أهلا يا أساطير، النهاردة معانا حلقة أنمي جميلة جدا ومطولش عليكم، ويلا نبدأ الأنمي. تبدأ الحلقة وبنشوف شارلوك هولمز وواتسون وهم قاعدين بياكلوا، بيقول واتسون ما تيجي تاكل، وبيقول له هولمز لا أنا مليت بطني امبارح. وبعدين بيقول له خف أكل شوية عشان انت وزنك زاد بحوالي 7 كيلو. وبعدين بتخش عليهم السيدة هيدسون وبتقول إن في حد بيستناكم بره. وبعدين بيقول واتسون أنا اللي هخرج له، وبيلاقي شخص غريب بيسأله عن هولمز. بيقول له واتسون هو موجود اتفضل. بعدين هو بيخش بيقول له حاول تقلل أكلك شوية لأن أنت زاد وزنك حوالي 7 كيلو. وبيقول له واتسون أنت عرفت إزاي؟ بيقول له من شكل فتحات القميص باين عليها عايزة تتخيط بسرعة، وكمان من شكل خصرك. وبعدين بيخش المكتب وبيكسر الباب على هولمز وبيبدأوا يتقتلوا. وبعدين الشخص ده بيطلع سلاح وبيضرب هولمز في دماغه، وبيجري عليه واتسون عشان يطمن، لكن بيكون المسدس ده مش مسدس حقيقي. وبيطلع الشخص ده هو الأخ الأكبر لشارلوك هولمز واسمه هولمز مايكروفت. وبعدين بيخش مايكروفت وبيضيفوه بشاي. وبعدين بيسأله واتسون وبيقول له هو أنت أخوه الكبير فعلا؟ وبيقول له أيوه بس أنا وهو كل واحد عايش حياة مختلفة عن التاني. وبعدين بيقول له هولمز أنت جاي عايز إيه؟ جاي تقول كلام ملوش لازمة وتمشي؟ وبعدين بيقرب منه وبيحط صباعه على مكان اللون الأحمر في راسه، بيقول له احذر كيد النسا لأنه أصعب من إنك تحل جريمة معقدة جدا. وبعدين بيمشي وبيقول له ما تنساش اللي أنا قلته لك. وبعدين لما بيمشي بيبص واتسون على هولمز وبيلاقيه وشه شاحب جدا، وبيقول له مالك في ايه. وبعدين بيبص على الشباك عشان يشوف أخوه وهو ماشي، وبيقول له ده جاي في عربية حكومية، هو بيشتغل في منصب في الحكومة او حاجة. وبيقول له هولمز ده هو الحكومة نفسها، وبيقول له للدرجة دي منصبه كبير. وبعدين بيقول له كفاية كلام عن اخويا بقى وخلينا في المهم، خد اقرأ الورقة دي. ويبدأ يقرأها وبيقول له النهاردة الساعة 8 هتقابل راجل محترم هيكون لابس قناع، وما تستغربش مين دوت وما تقلقش. وبعدين بيبدأوا يفحصوا الورقة، بيعرفوا ان الورقة من مصنع ألماني، وبيخمنوا ان الراجل ألماني مقنع. وبيجي استدعاء لمايكروفت من قائد الاستخبارات للجيش الهندي، وبيقول له أنا اتحريت عنك واكتشفت إنك الراجل الكفؤ الوحيد اللي هتقوم بالمهمة دي. عايزك تساعدني إن احنا نرجع أوراق من ممثلة تعرفت بإنها أخدت المركز الأول في غنى الأوبرا، وكانت قبلها ممثلة وكانت في السر بائعة هوا وسرقت مستندات مهمة جدا، وعايزك تساعدني إن احنا نرجعهم منها. بعد ما تنفذ المهمة وترجعهم منها خلص عليها. وبينتهي المشهد وبنرجع لهولمز وواتسون وصل لهم الشخص المقنع وبيقول لهم ان هو كان هيتجوز ببنت اسمها ادلر، لكن هو كان بيحب واحدة تانية وكان المفروض انه هيتجوز منها قريب. وادلر معاها صورة لو شافتها حبيبته التانية الجواز هتتلغي، وكانت بتهدده وانا بطلب منكم انكم تروحوا بيتها وترجعوا لي الصورة دي. وبيديلهم 300 جنيه وبيقول لهم في 700 تانيين هيوصلوا لكم بعد تنفيذ المهمة، وبيدي لهم العنوان. وبعدين بيبدأوا يتحركوا على البيت وهم في الطريق بيتفقوا ان هم هيرموا قنبلة دخان بتبين ان المكان بيكون فيه حريق. والخطة بتكون ان هي لما تحس ان البيت بيتحرق تبدأ تنقذ اكتر حاجة مهمة بالنسبة لها. ولما بيوصلوا بتفتح لهم الباب وبيخشوا، وبيبدأ هولمس يدور على اي دليل. بعدين بيدي الإشارة ليه وبيقول له ارمي القنبلة. فعلا ده بيحصل، لكن بتختفي فجأة البنت وبتقول له مش هي دي الصورة اللي انت بتدور عليها يا حضرة المحقق؟ وبتكون هي كشفت خطتهم في ثواني. بيبدأ البيت يتحرق وبتقول لهم انا دلوقتي الصورة اللي انت بتدور عليها ممكن تكون ضاعت في النار وبتفشل مهمتهم. وبعدين بتخش عليهم وبتقول له ايه اللي انت عملته ده، وبتتفاجئ ان هي عنده وبتقول له هي مين دي. وبتقول لها الاتنين دول مديونين ليا بحاجة كبيرة جدا. قرب منها وبيقول لها ما عندكيش اي هدوم ليها عشان تلبسها. تبدأ تتعصب عليه وبتقول له هدوم ليها ايه. بعدين بنشوف ويليامز وهو واقف من الشباك من بعيد وبيقول ان هي شكلها كمان وقعت هولمس في حبها. وبعدين بنشوفهم وهم مع بعض بيتمشوا وبيتنزهوا سوا. وبعدين بيشوفوا بنت بتكون واقفة مع أصحابها وبيكونوا بيوبخوها وبيقولوا لها إنك مش هتقدري تدخلي تجارب الأداء عشان تبقي ممثلة مشهورة، وبيقعدوا يتنمروا عليها وبيوقعوها في المية. لكن بتجري عليها إدلر وبتنقذها هي وهولمز. وبعدين بيقلع جاكيته وبيديه لإدلر تلبسه
عشان ما يجيلهاش برد. بعدين بيبدأوا يروحوا للبيت، ولما بيوصلوا بينزلوا من العربية وهي داخلة البيت في شخص بيخبط فيها. بعدين بتبص على الجاكيت بتاع هولمز اللي هي لابساه، بتلاقيه فيه جواب وبتتصدم. بعدين بينتهي المشهد وبنشوف واتسون وهو بيقول لهولمز إن إدلر مش تبع الحكومة، بتشتغل مع سيد الجريمة، وهو بيكون مش قادر يفكر ومش عارف هيعمل إيه وإزاي هيحميها. وبعدين بيشوفوا إدلر وهي نازلة على السلم، وبتشكر السيدة هاسون وبتقول لها كان نفسي أقضي معاكي وقت أكتر من كده. بعدين بتنزل وبتخرج من البيت عشان تمشي، وبيقول هولمز انتي واثقة ان الاتفاق ده هيضمن لك حياتك؟ وبتقول له ايوه. بتركب العربية وبتمشي، وبعدين بتروح تقابل سيد الجريمة في مكان بعيد وبتدي ليه المستندات. وفجأة بتلاقي هولمز جاي وبيكون معاه قوة كبيرة من الشرطة، وبيتفقوا على حاجة. وبيقول لها سيد الجريمة ان هكتب اسمي في ظرف، ولو إدلر ماتت ليك الحق انك تفتح الظرف تعرف اسمي الحقيقي. وبعدين بيمشوا بينتقل المشهد وبنشوفهم وهم واقفين مع بعض، وبتشكره أدلر على وقفته جنبها بالرغم ان هو ما يعرفهاش من وقت طويل. وبتقول له ان هي معجبة بيه، وهو بيقول لها شكلك كذابة، وبتقول له لا دي الحقيقة. وبعدين بتودعه وبتقول له مع السلامة يا محققي. ايه جو الدلع ده يا عم هولمز؟ ده انا ما تقليش يا حمودة حتى. وبعدين بينتقل المشهد وبنشوف هولمز وإدلر وماشيين في نفق تحت الأرض، بيقابلوا جيمس ومجموعته. وإدلر بتفهم من كلامهم إن سيد الجريمة ده مش شخص واحد، دول مجموعة كبيرة، وبيعرض عليها إن هي تيجي معاه وتعيش في أمان ويحقق لها كل اللي هي نفسها فيه. وبينتقل المشهد وبنشوف هولمز وهو قاعد في مكان كبير زي قاعة مؤتمرات، وبيكون داخل عليه مايكروفت وبيقول له كنت فاكرك أذكى من كده، المفروض ان يتكتب في برقيتك انك خلصت على إدلر وجبت المستندات، ودلوقتي ممكن تفسر لي ايه ده. بعدين بيقول له هولمز ان الوثائق دي فعلا مثيرة للاهتمام، وبيبدأ يحكي عن الثورة اللي حصلت في بريطانيا والخطة اللي استخدمتها الامبراطورية عشان تولع الثورة، وان الوثائق دي لو وصلت للدول الحليفة الامبراطورية بتاعتنا كفيلة ان هي تقوم بحرب ضدنا. بيبص له مايكروفت وبيقول له انا عايز اعرف حاجة واحدة بس دلوقتي، انت عدو لبريطانيا ولا لا؟ بيرد عليه شارلوك هولمز وبيقول له اللي عايزه منك بس انك تسكت. وبيقول له انا قضيت حياتي وانا بحاول اقضي على الجريمة، وكنت بحاول افضح الناس اللي عاملة نفسها شريفة وهي بتلعب العاب قذرة من تحت الترابيزة. وبعدين بيقول له مايكروفت يعني انت سيد الجريمة اللي بيقولوا عليه؟ وبيدخل عليهم جيمس وبيقول دي كلها كانت جزء من خطتي وحاجات مترتب ليها، وهدفنا ان احنا ننفذ الحاجات اللي في الوثائق دي. وبعدين بينتهي المشهد وبنشوف مايكروفت وهو بيكون رايح لبيت شارلوك عشان عايز يقول له حاجة لكن ما بيكونش موجود في الوقت ده، وبيقول له واتسون يبلغه. بنشوف هولمز بالليل ماشي وبيكون رايح للبيت، وفي شخص غريب بيحييه وبيمشي لكن هو ما بيحطش في باله. وبيدخل البيت وبيلاقي واتسون والسيدة هيدسون بيبكم وبيسألهم في ايه، وبيرد عليه واتسون بيقول له ان اخوك جاب لك خبر مش كويس، وبيقول له ان ادلر ماتت ولو جثتها في النهر. بعدين بنشوف هولمز وهو في اوضته بيفتكر كلام سيد الجريمة لما قال ان لو ادلر ماتت تقدر تفتح الظرف تعرف اسم الحقيقي، وبيطلع الظرف وبيحرقه. وبعدين بنعرف ان ادلر ما ماتتش وكل ده كان بتخطيط من مايكروفت، وان هي هتغير شكلها واسمها وبتقطع شعرها وهتعيش بشخصية تانية واسمها جيمس بوند. اتمنى يا شباب يكون الحكاية عجبتكم، واتمنى منكم لايك وسبسكرايب للقناة، وسلام.